السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل، يا صباح السعادة والهنا والفرح والسرور على أطيب ألوف في الدنيا. زيكم عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين يا حبيب قلبي، يتعاد عليكم بخير يا رب. عيد سعيد عليكم يا رب. النهارده إن شاء الله بسم الله كده هحضر معاكم بقى تجهيزات كده ليلة العيد. جزاها الله ألف خير الأخت الكريمة الطيبة جدا من الكويت، كل ده من خيرها، جزاها الله ألف خير. ربنا يفرح قلبها ويسعدها يا رب زي ما بتفرح كده قلوب أولادي كده وبتسعدهم. جزاها الله ألف خير. شفتوا كده حبيب قلبي كده دي شوكولاتة كده شفتوها الكيس الأولاني دي شوكولاتة بالبسكوت وشوكولاتة كده بردك التاني دي اللي عاملة زي الآيس كريم كده دي بسكوت بردك كده بالشوكولاتة. دي بقى كده مقرمشات. وهنا بقى ده سابليه شكله جميل جدا. طبعا العلبة كان فتحها الأولاد وكلوا منها بالشوكولاتة، هما بيعشقوا الحاجات بالشوكولاتة، يعني كله بيحب الشوكولاتة أساسا. ودي براونز، أو تقريبا هو اسمه كده براونز، مش عارفة قلتها صح ولا ايه. علينا. ودي بقى سيبليه قربتها لكم كده، شوف أشكالها جميلة جدا. قلوب كده والشكل ده عامل كده زي الجاتو كده. هنا بحب قلبي كده هنا بقى تبي فور، أشكالها جميلة جدا. وهنا كده تبقى دي الكعك والبسكوت. هرص معاكم بقى كده الحاجة. وكمان أنا عندنا كده عادتنا بقى كده بنجمع كده حاجات رمضان الجميل وحاجات العيد مع بعضيها كلها. يعني أنا في آخر يوم كده في رمضان بنعمل دايما صينية كنافة وصينية وشوية قطايف. يعني بنودع بعد كده حاجات رمضان والحاجات الجميلة بتاع رمضان. هعمل بقى معاكم كده الكنافة والقطايف. والكنافة أنا مش هعمل كتير بقى عشان تعرفين بقى خير العيد حاجات ما شاء الله. فمش هعمل كنافة كتير، يعني أنا هعمل بس كده ربع كيلو بس. دي شكل الحاجات. أنا طبعا بقى دلوقتي بقى أحط لهم كده في الأطباق كده حبة كده على قد ما ياكلوا. دي أشكالها كده يا حبيب قلبي. دلوقتي كده يا حبيب قلبي كده أنا جبت كده الطبق كده وأرص الحاجة كده وأنا دايما كده بحط لهم كده حاجات بسيطة على قد كده ما ياكلوا. مش عارفين الأطفال الصغيرة ده مش فاهمين حاجة، يقعدوا بقى يلقطوا كده ياكلوا لك حتة من دي حتة من دي وبهدلوا في الحاجة. يعني فاكرين ان كل حاجة لها طعم، يعني مثلا حبة بسكوت مثلا زي دول ياكلوا من كل حتة، من كل واحدة حتة، فاكرين ان كل حاجة لها طعم. فاني بحط كده على قد ما ياكلوا. يخلصوا بألف هنا احط لهم تاني. انا رصيت بين اللي هناك الكحك كده والبسكوت والبيتفور كده وانا بقى حطيت لهم كده في الطبق التاني المقرمشات. وحطيت لهم كده حبة شوكولاتة، حطيت شبطة كتير. وهنا بقى السوداني. وهنا ترمس والكنافة والقطايف. هنعمل مع بعضنا ان شاء الله الترمس والكنافة والقطايف مع بعضنا. شايفين الكنافة يا سيدي ما شاء الله جميلة جدا، يعني شكلها بتتكلم عن نفسها لوحديها. ما شاء الله جميلة. ان شاء الله طلعت تعجبكم. دلوقتي كده بدأت الأول كده أعمل الأول العسل. حطيت 3 كوبايات سكر، كوباية ونص مية، وعصرة ليمونة، وسيبتهم كده يغلوا كده غلوتين وقفلت عليهم. عشان أنا زودت بقى السكر عشان يقضوا القطايف والكنافة. 3 كوبايات سكر قضوا الكنافة والقطايف. المهم دلوقتي يا حبيب قلبي كده دول كنافة كانت حوالي كده ربع كيلو. وحطيت عليهم نص كوباية سمنة، ويعني زيادة حاجة بسيطة. فركتها صغير جدا كده وحطيت السمنة وقلبتها كويس. بعد كده حطيتها في الصينية بفرفتها من بعضها كده عشان تبقى مورقة كده طبعا ما بتحط السمنة تلقى الكنافة لمبت كده ببعضيها، ما بتحط السمنة فرفتها تاني. هنا تبقى كده حطيت كده المكسرات المتوفرة عندك حطيها. انا حطيت كده كنافة، حطيت كنافة نكت. حطيت كده زبيب، حطيت جوز هند وفول، فول سوداني. والفول السوداني كده بكسره كده وقبل ما قبل ما احطهم رحت بقى حمصتهم. حمصتهم ليه؟ عشان لو في رطوبة تطلع
كمان الزيوت العطرية بتاعتهم تطلع كده، والروايح تطلع على الحاجة كده، تبقى ريحتها جميلة وواضحة كده في الحاجة، والطعم بتاعها واضح، وتديكي طعم جميل جدا. انا بشوحها مش في زيت ولا في اي حاجة، بحمصهم كده من غير اي حاجة، ولا زيت ولا سمنة اي حاجة. الطاسة فاضية كده زي ما هي، وبحطها كده على نار هادية، واقلبهم على طول عشان ما تتحرقش، عشان الحاجات دي بتتحرق يعني بتتلسع على طول. بقلبهم كده سريعا كده، تطلع معاك اللي هي الحاجة جميلة. وكمان حاجات زي الكمون والفلفل وحاجات البهارات دي، لو جايباها سليمة برضك حمصيها كده، وبعد كده تطحنيها، تبقى الحاجة معاكي ايه، الروايح العطرية بتاعتها بتطلع وتبقى جميلة. هنا المهم هنا كده يا حبيب قلبي كده اتحمرت القطايف في الزيت كده، طبعا زيت سخن، ونزلتها كده في العسل، بسيبهم كده دقيقة كده ودقيقتين كده عما بطلع النقلة التانية، عشان تلحق كده تشرب ايه من العسل كده. وكنت بقى حطيت الترمس، غسلته كده وحطيته جاي يتسلق. انا برضك ما قطعتش، عملت بس كده ربع كيلو برضه، سبتهم كده يتسلقوا. دلوقتي انا كنت خايفة اقلب لها سلطة الكنافة، كنت بقلب خايفة كده، قلت لها يا ترى تكسفني كده قدام حبايبي ولا لا، هتطلع بقى محروقة ولا تطلع لازقة ولا تتكسر ولا ايه. بس طبعا انا واخدة بالها من السوا بتاعها، خايفة بس لا تتكسر او تلزق. بس الحمد لله طلع السليم، والصينية قدامكم ما شاء الله، يعني هي فاضية. شايفين الجمال؟ عاوزاها بقى يا حبايب قلبي كده مقرمشة، سيبيها كده ما تغطيهاش. عاوزاها تبقى طرية غطيها. انا بعد ما اسقيها هغطيها بالصينية، احنا بنحبها كده طرية. والترمس كده بعد ما بيتسلق خالص، اصفيه من المية بتاعته بتاع السليق عشان تبقى مبررة، لازم فاهمة كده مبررة. بحط لها مية تانية، بشطفه كده شطفتين تلاتة، واحط له مية ملح. وتاني يوم ناكل منه على طول. ده الترمس السريع. الترمس طبعا البلدي لا طريقة تانية، موال تاني. واللي يفضل بقى تتحطه في التلاجة وتاكله منه عادي. بتحب الليمون، حط عصير عليه كده ليمون، بيديه طعم جميل. بيحب بقى الحاجات المس ده، بيحب يعني الليمون والحاجات دي، بتدي برضك طعم جميل. هنا بقى سقيت الكنافة كلها كده طبعا زي ما قلت لكم، العسل يبقى بارد وهي تبقى سخنة، والعسل تقيل زي ما عملناه مع بعضينا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ انا كده خلصت. كل سنة وانتم طيبين يا حبيب قلبي، وتعدكم بخير يا رب. دايما كده بيكون مليانة بالسعادة والهنا والخير يا رب، والفرح والسرور. آمين يا رب العالمين. وديمها نعمة يا رب، احفظها من الزوال. آمين يا رب العالمين. واترككم في رعاية الله وأمنه. مع ألف سلامة حبيب قلبي، في رعاية الله.